اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الدكان. ايه يا عم مالك عامل فيها سبع البرومبا كده ليه؟ والكلمه دي بتتقال على اللي عامل فيها شجيع السيمه وداخل نافخ عضلاته وفاتح صدره على الاخر. ودايما بتتقال على صاحبها لانه بيبقى داخل في الموضوع بقلب جامد، وفي الاخر بيقلب السبع قطه كيوت. وطبعا كلنا عارفين يعني ايه سبع لان ده اسم من اسماء الاسد، لكن يعني ايه برومبا وايه معناها وايه اصل المثل ده؟ وقبل ما نبتدي انا اسمي عمرو طلال. شايك في ايدك يا استاذ، نسكافيهك معاك يا مدام، ويلا مع بعض نبتدي. زمان كان في مدينة صغيرة في مركز أطفيح بالجيزة اسمها برومبل. المدينة دي كان فيها راجل كده بسم الله ما شاء الله، طول بعرض، من الجماعة اللي بيتقال عليهم إن هما بيقرقشوا الزلط. وكل الناس اتفقت في المدينة دي على إن الراجل ده كان راجل جدع وشهم، والناس كلها كانت بتروح له عشان يرجع لهم حقوقهم. والراجل ده ما كانش بيدخل أي خناقة إلا لما يطلع من تحت إيده خمسة ستة متخرشمين وعظمهم متكسر. عشان كده الناس في المدينة دي كانوا مسمينه سبع البرومبل من قوته وشجاعته. ومع مرور الوقت الكلمة اتحرفت وبقى بيتقال عليه سبع البرومبا على أي واحد عامل فيها جامد وجدع وهو أي كلام. وده يا سيدي كان أصل كلمة أو مثل عامل فيها سبع البرومبا. اوعى تكون أنت كمان عامل فيها سبع البرومبا. سلام.